اهلا بيكم في حلقة جديدة وصدارة جديدة. حلقة جديدة من فرق نقطة. هنتكلم عن الجولة السابعة. ليفربول بيقدر يحقق 3 نقاط صعبين في اول ماتش في الجولة. نتكلم عن السيتي شكلهم كده يقلق شوية، ونتكلم عن ارسنال الفوقة بتاعتهم بعد ما ساوثهامبتون سجلت فيهم الاول. يلا بينا نبدأ. هنبدأ بأول ماتش معانا، ماتش ليفربول وكريستال بالاس، عشان ليفربول متصدر مش أكتر، لا عشان ترتيب الجدول عادي. ليفربول الشوط الأول شفنا كريستال بالاس كده كانت عايزة تخطف في أول دقيقة. نيكيتيا راح يجيب جول، الحمد لله الجول يتلغي اوفسايد صريح مفيهاش كلام. بعد كده الليفر بيحاول يمسك نفسه شوية، شفنا تغييرات كتيرة في التشكيل. كيرتس جونز بدأ على سوبوسلاي، سيميكاس على روبرتسون، جاكبو بيبدأ على لويس دياز. دي كانت اغرب حاجه بالنسبه لي، بس برضه عشان لويس دياز يريح شويه عشان اكتوبر الماتشات فيه تقيله. بس جاكبو بصراحه بيعمل ماتش كويس، بيصنع اول هدف لجوتا. يمكن كان اخطر حد في الشوط الاول هو جاكبو. في الشوط الثاني بنشوف تغييرات من ليفربول. سوبوسلاي بينزل بين الشوطين بدل ماكاليستر. ليفربول بيعمل تبديلات في الشوط الثاني. سوبوسلاي بينزل بدل ماكاليستر وبيلعب مع جونز. كانت ثنائيه يعني سيئه للغايه، ان شاء الله ما نشوفهاش تاني. سوبوسلاي جبان شويه على الجون، محتاج يبقى احسن من كده زي ما كنا بنشوفه في لايبزيج قبل كده. مش عارف من ساعه ما جالنا وهو لسه زي ما هو، مش عايز ولا يعلى ولا يقل، هو ثابت على فورمه واحده زي الخرا، ولا بيتطور ولا بيقل. هو انا كده. بس ما علينا. جونز انا شايف جونز يعني كان كويس شويه في الملعب صراحه، سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني. يمكن بس سوبوسلاي هو اللي محتاج يبدا بقى يشوط اكتر، وان رجله كويسه على الجول. صلاح برضو الناحيه الثانيه ما كانش احسن حاجه في الشوط. شفنا سوبوسلاي في الدقيقه 54 يعني كانت جات له كوره المفروض يشوطها كانت هتخلص، لا بصال صلاح كانت صعبه على صلاح، اتطرفت راحت لارنولد. ده عرضيه وحشه. المفروض ان انت جايب واحد بيلعب تحت المهاجمين بيصنع لعب، مش عارف دي توتر ولا ايه، بس يعني غريب عليه ان انت كابتن منتخبك قائد، المفروض يبقى اداك احسن من كده، وانت كمان يعني مقاومتك مش وحشه، انت لا لعيب كويس. بنشوف صلاح بيضيع كره ثانيه، هو شاطها وحش بس برضه هندرسون بيتالق وبيشيلها. هندرسون من الحراس برضه الغلسه اللي ممكن تعمل سيفز كتير في الماتشات، بس ما علينا. الناحيه الثانيه كريستال بالاس بنشوفها ايز بيضيع انفراد غريب بصراحه منه، يعني كابتن ابو تريكه طلع حلل اللقطه دي، بشوفوها انتوا بقى. بعد كده كريستال بالاس تعمل تغيير بنزول ماتيتا، كانت يعني حركه مش حلوه قوي لان انت طرفت نكيتيا قوي الناحيه اليمين وهو مش احسن حاجه على الطرف. بس يعني في الاخر كريستال بالاس ما قدرتش تروح بحاجه خطيره، غير اللقطه اللي عليها جدل كبير في الماتش. فان دايك يعني بيقول انه سحب مارك جيهي كده وقعه ضربه جزاء، حكم ما حسبهاش، بس هو الحكم ده يعني معروف لو شفتوه في مواسم قبل كده هو بيعمل قرارات غريبه. في نفس الوقت سلوت بيقول تصريح ان هو كده كان شايل حق الكوره، فطبيعي ما تتحسبش. ما علينا يعني، هي كده الماتش كان نايم، ما كانش احسن ماتش تشوفه يعني، وبس ده كان كل كلام. نروح لماتش ارسنال وساوثهامبتون. ارسنال بدايته بتغيير شويه في التشكيل. جابريل خيسوس بيبدا وستيرلينج. انا شايف ان هي كانت غريبه شويه ان هو يبدا باثنين لعيبه اول مره ينزلوا كاساسي مع الفرقه، بس يعني كان المرجح او الاحسن ان هو كان يلعب بتروسر دوينج ويسيب كاي هافرتس مهاجم زي الطبيعي، وانت اصلا كمان تيمبر غايب عن المباراه فده بيزود الصعوبه عليك. تيمبر اللي صنع 7 فرص قدام ليستر وكمان اوديجارد، فهم خسرانين 2 من اكتر الناس اللي بيصنعوا الفرص، كان الموضوع صعب برضو عليهم. الشوط الاول ارسنال كان يعني نايم شويه، بس بعد كده في الشوط الثاني ساوثهامبتون بتفوقهم، تديهم الجول الاول من ارشر. من بعد الجول بنشوف اكن ارسنال اخذت القلم كده وفاقت، الهجوم بدا يزيد. بنشوف هافرتس اللي بادئ الشوط الثاني بعد الجول اللي ساوثهامبتون جابته بيضغط، اسمر عن ده ان هو بيجيب الجول الاول اسيست من ساكا. بعد كده بنشوف الماتش خلاص ارسنال بتلعب احسن، ساكا بيصنع تاني المارتينيلي اللي كان لسه نازل بعد ما خيسوس وستيرلينج طلعوا، تحس ان الفريق فاق شويه. بنشوف بعد كده رامسديل بيشيل كورتين صعبين من ساكا، وكمان ساوثهامبتون كان ممكن تتقدم بس يعني ربنا سترها مع ارسنال. بعد كده خلاص ساكا بينهي الماتش بالهدف الثالث، جاب جون حلو الصراحه. تروسرد كان غلطان شويه في تصرفه في الهجمه دي، كان المفروض يلعبها من بدري، بس ايا كان ارسنال بتنجح ان هي تاخد ال3 نقط، بتضغط على ليفربول اكتر، لسه ليفربول هو متصدر فرق نقطه. نروح لماتش مانشستر سيتي وفولهام. كالعاده السيتي بتبدا بضغط جامد جدا في اول 10 دقائق. بنشوف هالاند ضيع فرصه وجندوجان نفس الكلام. جندوجان اللي لحد دلوقتي
دلوقتي مش احسن حاجه مع السيتي، رتمه بطيء شويه، بس مع ذلك بنشوف فولهام الناحيه التانية بترجع خالص، يمكن مفيش حد قدام غير خيمينيز، وبيبقى اعتمادهم كله في التحولات على اداما تراوري وروبنسون وايوبي، وده خلى فولهام تطلع شويه فعلا تشم نفسها. اداما كان ممكن يسجل اجوان كتير بس حظهم كان وحش. مع ذلك في الشوط الاول خيمينيز بيعمل اسيست روعه، بيجي منه الجون الاول، كان اسيست جميل بصراحه، يمكن اسيست احسن من الجول اصلا. بعديها باربع دقايق السيتي ما بتستناش، تعادل، كره ديفليكشن من كوفازيتش بتخلي السيتي يرجع في النتيجه. بنخش الشوط الثاني. الشوط الثاني بنشوف السيتي بدأ اقوى، الضغط بيزيد، على طول بيجيب الجول الثاني وبيتقدموا في النتيجه من كوفازيتش. برده كوفازيتش اللي جاب جونين في الماتش، غريبه شويه الصراحه، بس يعني اهو بديل كويس لرودري لحد ما رودري يرجع. بس مع ذلك فولهام ما بتستسلمش، بتروح بكذا فرصه كان عادي ممكن يرجعوا في النتيجه. اداما لوحده يمكن مضيع 3 4 فرص. ونشوف برده ساعات تألق من إيدرسون. اداما ان هو دايما محطوط ناحيه الشمال، ده برده خلى جوارديولا ينزل له ووكر يسد معاه شويه في سرعه او في التحامات وكده، بدل ريكو لويس اللي يعني صعب قوي عليه اداما طبعا. بعد كده بنشوف دوكو بينزل خلص بقى الماتش خالص بحل فردي، شوطه صاروخ منه بيخلي النتيجه 3-1. بصراحه جون جميل، الشوطه حلوه قوي. بعد كده فولهام كانت ممكن ترجع في النتيجة، ويمكن كانت ممكن تتعادل، بس برضو لا يعني حظهم وحش، ففي الاخر الماتش بيخلص 3-2. الناحية التانية السيتي برضو ما اطمنش، في مشاكل عندهم شوية. برناردو سيلفا وجوندوجان رتمهم بطيء شوية، يعني تخيل انت لو بدل برناردو سيلفا ده سافيو كان الماتش هيبقى احسن بكتير. جوندوجان برضو مش عارف هل ممكن نشوف فودن بيلعب اكتر، يعني فودن ما كانش احسن حاجة، بس مع ذلك صانع 3 فرص. انا شايف ان احسن توليفة في نص ملعب السيتي كوفازيتش، ستونز او ريكو لويس، ومعاهم فودن، يعني دول اللي ممكن يحافظوا لك على الريتم والضغط اللي انت بتعمله دايما طول الماتش. بس ده كان كل كلامنا عن السيتي. نتكلم سريع كده عن برينتفورد بقى لهم كذا ماتش بيسجلوا جون في اول ثواني في الماتش، ثانيه 65 سجلوا جول، يعني بيكرروها كتير. وسالوا المدرب في مؤتمر صحفي بعد الماتش بيقولوا له انت اتاخرت المره دي، ما جبتش الجول في اول الثواني. قال لهم كنا بنلعب ملك وكتابه طول التدريبات فاتاخرنا شويه. نروح لماتش ايفرتون ونيوكاسل، الماتش اللي خلص بالتعادل السلبي، بس في معانا يعني في كلام كتير. ماتش دوري انجليزي، عارف انت اللي هو ايه، كعاده الدوري الانجليزي الفرق بعيده عن بعض في الجدول، بس مع ذلك بنشوف جرينتا من الفرقتين، فرقه عايزه تطلع في الترتيب وفرقه عايزه تحسن من نفسها زي نيوكاسل. وده بان ان نيوكاسل في اول الشوط اول 10 دقائق كانت ممكن تجيب جون، بس الكره بتتشال من على الخط من نداي لعيب جديد في ايفرتون، بس عامل موسم كويس بصراحه لحد دلوقتي، بيلعب في اي حته، هو اصلا مهاجم صريح، بيلعب وينج يمين وينج شمال وبيرجع يدافع ادوار دفاعيه كتير. ده يمكن ان كمان معهوش باك شمال عدل، معهم اشلي يونج، فيعني ربنا يتولاك يا نداي، بيرجع يدافع كتير وده اصلا مش دوره، بس مع ذلك الراجل بيلعب كويس مع الفريق بصراحه. الماتش فضل بريتمو السريع من ناحيه نيوكاسل، وايفرتون الناحيه الثانيه كانت بتحاول تعمل هجمه مرتده، وده يمكن كان يخليهم يجيبوا جون. دوكوريه كان ممكن يجيب جون بس في للاسف اوفسايد صريح، يعني ما فيهاش كلام. بعديها على طول بنشوف تاركوفسكي بيعمل ضربه جزاء عجيبه، يمسك الواد دب على الارض كده عمل له فينش. ضربه جزاء لنيوكاسل بيخش يشوطها جوردون اللي سجل قدام السيتي، بس هنا بقى يعني جوردون بيكفورد تقريبا حافظه، بيكفورد بينط على الكره قبل ما جوردون يخش اصلا وهيشوط، خلاص بيكفورد نط قبل ما جوردون يعمل اي حاجه، الكره بتتشال، بيكفورد بينقذ فريقه انه حافظ على النتيجه بالتعادل السلبي. الشوط الثاني بنشوف ضغط اكبر من نيوكاسل، تراجع اكتر من ايفرتون كان كل اعتمادها على الكرات الطويله لكالفرت لوين اللي هو الراجل يعني مش عارف يعمل ايه، بيستلم الكوره بيريح لمكنايل او نداي، بس برضه ما حققش حاجه. يعني طريقه اللعب دي صعبه شويه، يمكن كان الاحسن كمان ان بدل طالما انت خلاص اعتمادك الكلي على الكور الطويله وانت اصلا كمان بتلاعب مهاجم واحد على دان بيرن وشار، فالموضوع صعب، كنت ممكن تلعب جنبه مهاجم تاني سواء نداي يضم بقى في العمق في مركزه الطبيعي او تنزل بيتو. شايف ان دي حركه مش صح قوي من شون دايش اللي هو اصلا بتاع الكور دي، بس ما علينا. نداي لعب ماتش حلو الصراحه، سواء هجوميا او دفاعيا، ودي ارقامه هتظهر لكم. كالفرت لوين شفناه اتظلم شويه الماتش ده من كتر الجري في المساحات، الراجل مجهوده خلاص يعني قبل ما بيروح يجيب الكوره بيبقاش عنده مجهود يسجل بقى الفرصه دي، بيضيع الكوره. كالفرت لوين بيضيع الكوره الدقيقه 66، الكوره بتترد لادريس جاناجي بيضيعها خالص. انا شايف طالما انت دفاعك وحش مش عارف تطلع بالكوره، فتعتمد على دوكوريه وجاناجي ومكنايل، وده هيخلي احسن، ده هيخلي فريق احسن في الطلوع بالكوره بدل ما تعتمد اكتر على الكور العاليه. يكونوا الثلاثه عاملين كده زي ما هو ظاهر قدامكم بالظبط. مش عارف هل ممكن نشوف ايفرتون بتتحسن في الجدول ولا هتهبط،
مش عارفين، وبس ده كان كل كلامنا عن الماتش. نروح لماتش مانشستر يونايتد واستون فيلا. الماتش كان في اوله كده مقفل، يعني يعتبر مانشستر يونايتد الكرة في نص ملعبها بتعتمد اكتر على المرتدات. يمكن كانت اخطر هجمة لما راشفورد رقص، خلاص كان قريب بس ايميليانو بيشيلها. يعني كانت غريبة ان راشفورد اهو رجع شوية يفوق ويرقص كده ويعمل خطورة. بنشوف بعد كده استون فيلا بترد الدقيقة 7 كرة خطيرة. استون فيلا كانت ممكن تحرز هدف، والدقيقة 19 برضو كانوا ممكن يجيبوا عن طريق روجرز وجيدن. الماتش كان الشوط الاول كده سيان يعتبر، مفيش حاجات خطيرة قوي. الشوط الثاني مانشستر يونايتد بيستمروا في لعب العشوائي. بنشوف برضو تغييرات غريبة من تين هاج اللي كان ممكن يتقدم في النتيجة بكرة مكررة من راشفورد في اول الشوط الثاني، كان ممكن يسجل بس برضو ايميليانو بيشيلها. ومع ذلك يعني تشوف برضو راشفورد ان هو اصلا بيحاول، دي حاجة كويسة ان هو بدأ يتحسن شوية. بنشوف اليونايتد بيجي لهم فاول، برونو بيشوطوا كان ممكن يخليهم يتقدموا في النتيجة، ولكن سوء حظ بتيجي في العارضة. بقاله كتير ما شاطش حاجات كده اصلا، بس ما علينا. الناحية التانية استون فيلا بتحاول كتير بس برضو يعني بدون نتيجة. اونانا بيشيل واحدة حلوة جدا في الدقيقة 55، بعديها دالو بينقذ ببلوك عالمي في اخر الماتش خالص، بيلحق فريقه الخساره. بس يعني الحاجه الايجابيه في الماتش ان اليونايتد طلع كلين شيت بره ارضه، غير كده انا مش شايف ايجابيات قوي الصراحه. نروح لماتش تشيلسي ونوتنجهام فورست. الماتش اللي كان يعني تشيلسي بدأ بطريقه حلوه شويه، بنشوف ضغط منهم كذا كوره، مدويكي بيحاول يرقص يعني، بس مدويكي كان عنده مشكله شويه قبل ما يجيب الجول. هو بيروح ويرقص بيعمل كل حاجه، بس بيجي بقى في القرار بيعمله غلط. يعني في الكوره مثلا انا المفروض اشوط، اتاخر قوي فيها يقوم لعبها عرضيه اي كلام. الناحيه برضو مره يجي يلعبها عرضيه بيتاخر قوي فيتعمل عليه بلوك ما يعرفش يخلص منها. بس مع ذلك تشيلسي كانت بادئه الشوط كويس. برضو كان في مشاكل شويه عند جوستو بيعمل عرضيات مش حلوه خالص بصراحه. يعني هو لعيب كويس بس عرضياته مش حلوه طول الماتش، ما شفتلوش عرضيه كويسه. بنشوف كوره كده في اخر الشوط الاول بتروح لبالمر بيشوطها، سيلز بيشيلها على مرتين، حرفيا متشاله من جوه الخط. يعني خلاص اللي هتخش اهي، كان الجون هيتحسب لجاكسون اصلا، بس سيلز بيقدر ينقذ فريقه. بعد كده بنشوف ضغط معتاد من مدويكي على موريو، بتروح بهجمه، الكره بتقعد تخبط كده، كانت هجمه خطيره بس سيلز بيلاقيها في الاخر في ايده. بتروح على طول كوره بعديها لنوتنجهام، دي 44 كولويل بيعمل بلوك عالمي الصراحه. في الناحيه الثانيه بنشوف نوتنجهام بتبدا الشوط الثاني على طول بيجي لهم فاول بيعرفوا يجيبوا منه جول. كريس وود بيبدا وبيسرق كده تشيلسي وهم ضاغطينهم. يعني جون، لا هي لعبه حلوه بصراحه. وورد براوس لعبها كويس للمدافع ميلينكوفيتش يريحها لكريس وود. يعني افريج جوان نونو سانتو. بعد كده بنشوف تشيلسي مسكت بقى الكوره خلاص، عايزين بيهاجموا بشراسه اكتر، كله طاير حرفيا. بنشوف وورد براوس بيطرد، يقع على وشه، بيمسك الكوره. يعني تصرف ذكي الصراحه، يعني يا ريته كان اتعمل من 10 11 سنه كده، بس مش مشكله. بنشوف بعد الطرد على طول ماريسكا بينتهز الفرصه وعلى طول بينزل فيليكس ونكونكو. انا الصراحه شايف ان ده قرار صح، انت الماتش مقفل وهم هيدافعوا اكتر فلازم تنتهز الفرصه. تيجي كوره لنكونكو، سيلز بيشيلها بطريقه حلوه قوي الصراحه. كانت عرضيه من مدرك، كونكو حطها حلو بس سيلز فايق. فيليكس ما كانش باين قوي ساعه ما نزل، يمكن مع نزول مدرك وبيدرو نيتو الخطوره زادت اكتر. في الاخر يعني شفنا بقى تألق الحراس، سيلز بيشيل، بعديها على طول سانشيز بيشيل واحده خطيره في اخر الشوط خالص من جوتا. الماتش بيخلص، ويمكن سانشيز غلط قبل كده في ماتشات بس الماتش ده هو فعلا عمل ماتش كويس. سيلز عمل 7 سيفز وسانشيز عمل 8، فماتش يعني كان كويس بصراحه. نوتنجهام واضح انها تبقى فرقه رخمه وبتاخد نقط كتيره من السته الكبار. ولازم برضو في اخر الماتش نشيد بعمنا كلنا نونو سانتو، لعب ماتش كويس بصراحه رغم الطرد، قدر انه يبقى خطير في المباراه. يمكن كمان كان هيكسب، حتى جيبس وايت اتصاب، هو ما كانش ضعيف، لا لعب ماتش كويس. ومع نزول جوتا وتغييراته اصلا في الملعب كان يمكن اخطر من فرص تشيلسي كلها. مدرب يستحق الاشاده الصراحه. نروح لاخر ماتش معانا في الجوله، توتنهام وبرايتون. هنبدا بتوتنهام. توتنهام بدات الشوط الاول كعادتها بتضغط، فرصها اخطر. يعني بعد ما برايتون سنطرت خلاص الكره راحت لتوتنهام، على طول كوره لفيرنر شبه انفراد بيلعبها بالعرض وحشه قوي لجونسون، في الاخر كوره بتطلع اوت. حتى جونسون كان متضايق يعني، لا العرضيه كانت وحشه قوي. بس توتنهام برضو الشوط الاول كله ماسكه الكوره. بنشوف تحركات في العمق، ماديسون جات له كوره في العمق اتاخر فيها، اول كوره خالص اتاخر فيها. يعني كان المفروض يشوط اسرع من كده بس اتاخر، اتعمل له بلوك. بعديها اتخانق مع فيلتمان، ما اعرفش ايه السبب يعني. فيلتمان قفش عليه كده، جه يقومه، قام قايم، قام فيلتمان واقع على وشه، عبط كده ملناش دعوه.
بيلتمان كان وحش قوي في الماتش عموما. توتنهام طول ما هي ماسكه الكوره خطيره، بنشوف على طول الدقيقه 23 الجول بيجي، تحرك رائع من جونسون في العمق برضو، يعني اغلب الشوط ده وينجرز توتنهام بيضموا في العمق، فده خلى الكور خطيره اصلا. جونسون الجول الاول بيجي بسبب الطريقه دي، ضم كره بتروح من سولانكي بيخلصها على طول من فيرست تاتش، مفيش حنكشه كتير زي فيرنر. بعديها بكره شبيهه شويه تروح برضو فيرنر بيلعبها لماديسون، الجون الثاني بيجي ويخلص الشوط الاول بتقدم توتنهام، وصراحه تقدم مستحق، الى ان بيجي الشوط الثاني برايتون تعمل تبديله، استوبينان بينزل، وده تحسه بيريح ميتوما شويه، بياخد الكوره بقى مش ما فيش حاجه هماه، بيضم اكتر في العمق، وده يمكن كان سبب من الاسباب ان هم يحرزوا جول. الجون الاول صناعه ميتوما بيلعبها بوش رجله الخارجي كده، غلطه صريحه من اودوجي اللي عمل شوط تاني سيء للغايه، كره بتروح سهله لمينتي، بيجيب جول اول على طول. بعديها خلاص تقريبا بيمسكوا الماتش كله، بنشوف الخطوره بتزيد، ميتوما بيصنع تاني الروتير اللي عمل ماتش كويس بصراحه. توتنهام يعتبر من ساعه ما وقفوا ضغط مبقاش فيه خطوره خالص، معرفش ليه بيريحوا كده، وخصوصا يعني طب انت حتى وانت متقدم نزل حد يدافع بقى، نزل بسومه من الاول، انت اتاخرت قوي في تغيير بسومه دي. بس ما علينا، بنشوف بعد كده غلطه تانية من اودوجي، روتير بيخطف الكوره بيلعبها عرضيه لويلبك، الماتش بيخلص خلاص، ويلبك بيديهم الرصاصه 3-2. بصراحه كان ماتش حلو، بس اداره سيئه الشوط الثاني من مدرب توتنهام، مش عارف هل هنشوف توتنهام بتفوق بعد كده ولا خلاص كده. بس دي كانت نهايه حلقتنا، متنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب، ولو حد عنده اقتراحات لفيديوهات عايزين تشوفوا في التوقف يقول لنا في الكومنتات. ما تنساش ليفربول متصدر فرق نقطة، واشوفكم حلقة الجاية.